اهلا بيكم اعزائي المشاهدين والمتابعين لقناتنا قناه فور يو من اجلك، وشرح جديد معانا في مجال الموسيقى، وبالتحديد شرح من شروحات اورج الموبايل، اورج الاندرويد، اورج 2024. الشرح بتاعنا النهارده شرح مهم جدا، في كتير سالوني عليه ازاي يعملوا الشرح ده. في ناس كتير حبت تظبط سيت على ايديها، تختار الايقاعات اللي على مزاجها، تختار الاصوات اللي على مزاجها، وتحدد في السيت كل حاجة هي عايزة تشتغل فيه عشان يريحها وتطلع معزوفة احترافية. ده كلام جميل وزي الفل. بيقولوا لي احنا مش عارفين نحفظ السيت. انا بنقل في اصوات وبنقل في ايقاعات وبظبط كل حاجة وبشرق وبعمل كل حاجة واقفل الاورج وافتحه، ما لاقيش السيت. طب انا عاوز السيت ده احتفظ بيه، فرضنا ان انا فرمطت التليفون، انا عاوز اعمل الكلام ده تاني. طب اعمله ازاي؟ احتفظ بيه ازاي كسيت جاهز متجمع، اسميه بالاسم اللي انا عاوزه على اسمي؟ مش عارف. لا، الموضوع ده سهل جدا ونقدر نعمله، وتقدر تظبط سيت على ايدك جاهز معاك وتقدر تنقله على موبايل تاني. يعني السيت يبقى جاهز معاك تبعته بالشريط على اي تليفون تاني وتفتحه على اي اورج تاني في اي وقت انت عاوزه، وتظبط السيت اللي على كيفك وتعزف بيه في اي وقت براحتك، وتسيفه كمان على الجهاز عندك وتنقله على الكمبيوتر وتنقله على اي موبايل تاني تبعتهوله. تقدر دلوقتي اقول لكم ازاي. نفتح برنامج الاورج بتاعنا ونشوف الشرح بتاعنا. ده كده برنامج الاورج بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين، الاورج اللي احنا بنشتغل عليه. ندخل على سيت وندخل على الجهاز. اسف، ضغطت غلط. ندخل على فايل دي، بعد كده بنعمل رجوع. بعدين انا حاطط السيتات اللي عندي في داونلود. نجيب مثلا السيت دوت. ده السيت اللي احنا هنجربه. زي ما انتم شايفين السيت فيه ايقاعات. عندنا كام ايقاع عشان نبقى عارفين بالظبط؟ ادي 1 2 3 4. تمام. اسم السيت واضح قدامنا اهو، 1 زمر 2021 فيرجنال 3 سيت. ده اسم السيت اللي احنا اضفناه دلوقتي، 1 زمر. تمام. احنا دلوقتي السيت ده فرضنا ان ده السيت اللي انا مجمعه. يعني انا لو عاوز اضيف سيت، اضيف على السيت دوت ايقاع، بضغط هنا واضغط على البلاس السوداء دي وارجع رجوع. عايز داونلود، اجيب داونلود اللي عندي على الجهاز، داونلود، اجيب ايقاع، اضيف الايقاع ده. انا كده زودت ايقاع زي ما انتم شايفين اهو. ده زي ايه كمان؟ بقول لكم ده تعديل انا عملته على السيت. السيت كان فيه 4 ايقاعات بس، هنحط فيه كمان 4. تمام كده. كده معانا 4 ايقاعات. الصفحة الأولى حملنا فيها ايقاعات. عندنا كمان الأصوات، معانا 6 صفحات من الأصوات. الصفحة السادسة فيها صوتين 2 بس، نضيف عليهم صوت. كأني بشتغل معاكم عملي أهو. أنا عملت سيت على كيفي. أصوات، ضفنا الصوت ده. كان عندنا في الصفحة السادسة صوتين، بقى فيه 3. نحط كمان 1 يبقى 4. عشوائي كده أي حاجة. أنا كده عدلت على السيت زي ما أنتم شايفين، زودت عليه. أنا عاوز أحتفظ بالسيت ده، أحطه على الجهاز بتاعي وأقدر أبعته لأي جهاز تاني، أو أقدر أخده كوبي أحطه على الكمبيوتر بتاعي في حالة ما تليفوني يتفرمط يبقى معايا سورس. يبقى ده السيت الخاص بيا بقى. ممكن أنا أعمل معزوفة على كيفي بمزاجي، انا اظبط الايقاع اللي على كيفي والاصوات اللي على كيفي، وتبقى دي المعزوفه بتاعتي انا، واسمي السيت باسمي. وقت ما اعوز اعزف المعزوفه بتاعتي انا بقى اللي انا ابدعت فيها، اروح جايب السيت بتاعي اللي انا مسميه باسمي، واروح حاطه على طول على الموبايل واشتغل بيه، يبقى سيت جاهز على طول. نعمل الكلام ده ازاي؟ بنضغط على سيت. طبعا احنا عشان نضيف سيت بنضغط على فايل اللي فوق دي،
علشان بقى نحفظ السيت بنضغط على رمز الفلوبي ديسك اللي فوق دوت اللي انتوا شايفين دوت، علامة الحفظ ان انا هحفظ بيه. بنضغط عليه كده بيجيب لي اسم السيت اللي كان موجود اساسا. تمام. احنا مثلا عاوزين نعدل عليه، بدال ما هو 2021 هنخليه 2024. تمام. السيت القديم كان 2021، السيت الجديد خليناه 2024. بنعمل تم. ده كده التعديل اللي احنا عملناه على السيت. هو السيت سيت زمر، واحنا عاوزينه باسم زمر زي ما هو، بس عاوزين نميزوه بدل ما هو 2021 خلينا 2024. طبعا انا ممكن ادخل على سيت احذف 3/4 الحاجات اللي فيه واضيف الحاجات اللي على كيفي انا، واسميه نيو، اسميه ستار، اسميه شعبيات، اسميه الاسم اللي انا عاوزه، واروح اعمل له حفظ يتسمى بالاسم الجديد بالتعديلات بالتشريقات اللي انا كنت عاملها بكل حاجه. ويبقى فيه اكتر من تشريق للمقامات بتاعته، عشان على حسب ما انا بعزف شرقي، بعزف غربي، بعزف زوري، بعزف ربابة، بعزف مزمار، على حسب المعزوفات اللي انا بعزفها بعمل تشريق للمقامات بتاعتي. وبلاقي التشريقات دي متسجلة في السيت ثابتة عندي، كل ما اضيف السيت ده اجيب التشريقات واشتغل عليها على طول. كده خلاص احنا غيرنا الاسم وزودنا ايقاعات وزودنا اصوات وظبطنا كل حاجه. دلوقتي نعمل ايه؟ دلوقتي هنضغط على حسنا علشان نبتدي نحفظ السيت بتاعنا. بيقول لي جاري تجهيز يرجى الانتظار. كده السيت اتحفظ معايا. ندخل على السيت بقى على الجهاز علشان نشوف موجود ولا مش موجود. بنضغط على فايل اللي فوق دي، نعمل رجوع، نخش على ملف الأورج نفسه، أورج، شايفين 1 زمر 2024. ده السيت اللي احنا سيفناه يا جماعة. فاكرين آخر صفحة 6 كان فيها 4 بس، وصفحة الإيقاعات كان فيها 4 بس، أنا خليتهم 8. أدي الإيقاعات. آخر حاجة أنا كنت حاططها زي ما أنتم شايفين. كده الشرح بتاعنا خلص، يا رب تكونوا استفدتوا منه. في انتظار دعمكم لينا يا جماعة. اشتركوا في القناة، فعلوا جرس الإشعارات، اكتبوا لنا تعليق، واعملوا لنا لايك على الفيديو، وشاركوا الفيديو مع كل أصدقائكم عشان يوصل لأكتر عدد من المشاهدين.